السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. بإذن الله النهاردة طبعا عشان خاطر الأحوال اللي احنا بنمر بيها والأسعار اللي هي بقت نار والميزانية اللي ما بتظبطش أبدا، هنبدأ نحاول بقدر الإمكان إن احنا هنفيد بعض بوصفات بسيطة جدا جدا، وصفات غير مكلفة، يعني لعل وعسى الميزانية بقى تظبط شوية لحد آخر الشهر أو لحد نص الشهر. فكده النهاردة كده هنحاول مع بعض كده نشوف وصفات مختلفة كل مرة، وهحاول أعمل لكم وصفات اقتصادية كتيرة قوي ونشوف الدنيا فيها ايه، وربنا بقى يصلح الحال يا رب. النهاردة كده إن شاء الله هنعمل مكرونة بالصلصة بس طعمها تحفة. على فكرة أنا هعمل بالصلصة اللي أنا خزنتها، اللي هي كنت مخزناها رمضان في الفريزر، هنعمل منها مكرونة. وهنعمل حبة مكرونة لعيال الأطفال، ولادنا بيحبوا المكرونة تبقى مشطشطة وطعمها حلو، كبير وصغير بيحبها، وغير مكلفة وأكلة اقتصادية وموفرة جدا. كل اللي احتاجناه بس معلقتين سمنة سخنوا على النار كويس قوي. ضفت نص كيلو مكرونة، هنقلب كده في المكرونة لحد ما المكرونة تحمر بالطريقة دي. بعد كده هنبدأ نزود حبة مية سخنة. بعد كده هنبدأ نزود يا حبايبي بعد كده الصلصة. بعد ما نزود بقى الصلصة بتاعتنا، بعد ما نزود بقى الصلصة بتاعتنا هنقلب كويس، وهنضيف كمان الملح. وبعد ما نضيف ملح هنضيف حبة شطة، وهنضيف كمان مرق الدجاج، وهنغطي ده كله لحد ما يغلي بقى ويستوي كويس. وهنشوف بعد ما يستوي هيبقى ازاي، طعمه تحفة وحاجة كده. دي معلقة ملح كده حبايبي. هنضيف بقى نص معلقة شطة صغيرة، او على حسب ما انتوا تحبوها بقى، شطة زيادة او شطة قليلة. اول ما هيغلي هنضيف بعد كده مرقة الدجاج واحدة، وهنغطي بقى ونسيبه لحد ما يستوي. وكده المكرونة هتبقى خلاص كده، هتبقى استوت. هنصبها بقى في الطبق. بصوا طعمها تحفة، وكمان مكرونة الحباية بحبتها ونازلة واحدة واحدة، وكمان متشبعة صلصة. كده جبت قوطاية، حبة قوطة وقطعتها زي الوردة، وكمان عودين كزبرة أو شبت أو أو بقدونس، هيحلوا منظر الطبق. والطبق ده على فكرة كبير جدا جدا، ده سيرفيس وهيكفي العيلة كلها، وطعمه جميل ومشطشطة، الأطفال بيحبوها جدا. وبكده حبايبي نكون يا رب كده نقدر نظبط حتى الميزانية حتى ولو شوية، علشان الأسعار بقت نار وما كنتيش تظبطي ميزانية بيتك هتخرم معاكي من نص الشهر صراحة. فلازم تظبطي كده في الأسبوع يوم ولا اتنين مثلا انك انت تطبخي فيهم، وباقي الأيام هتبقى حاجات مثلا بسيطة، مكرونة، حبة لسان عصفور، حبة بطاطس بالبيض، حبة بصارة، حبة عدس. ما كانش كده يا جماعة الدنيا مش هتمشي، والميزانية مش هتظبط معاكي خالص. وبكده هتخرم معاكي الميزانية من أول 5 أيام بعد القبض. وبالطريقة دي إن كنتي تظبطي ميزانية بيتك وتعرفي تتحكمي فيها، هتقضي طول حياتك وانتي مرتاحة. والأطفال ما بيعرفوش أي حاجة سوى إنهم هما ياكلوا. لما يكبروا أولادك شوية هيعرفوا بقى يقولوا لك احنا ناكل ده وما ناكلش ده، احنا عايزين ده ومش عايزين ده. بس برضو الحاجة الوحيدة اللي أنا أقولك عليها، على حسب ما تعودي أطفالك هتلاقيها. السلام عليكم.